الحين طبقات التورتيا مع الدياي المفروم، شي حمسة حلوة، خلطة حلوة حق دياي المفروم مع البشاميل. تبون تسوون بشاميل بالبيت كيفكم، أنا بسويه جاهز بس أسخنه أسهل لي وأسرع لي. نحط البصل، نحط معاه على طول الدياي المفروم جاهز للجمعيات، أو إنه تجيبون صدور دياي وتفرمونه بالفرع ماء الكهرباء. نحط الفلفل البارد، البصل والفلفل البارد والدياي مع البهار المشكل. الثوم ما ينحط الحين عشان ما يحترق، مع البهار المشكل نحمسهم عدل مدل، بعدين نحط الثوم والمعجون والكزبرة والطماط المخلوط بالخلاط أو عصير الطماط. الدياي بسرعة يستوي، عرفتوا؟ فما ياخذ مدة طويلة كلش سوا. أحط الثوم، أحط المعجون، أخلي المعجون شوي ينحمس، بعدين أحط الكزبرة والطماط المخلوط بالخلاط. حطيت الثوم والمعجون، لازم المعجون ينحمس، لازم. أنا وايد ناس على طول يحطون المعجون ويشتغلون يعني، أو يحطونه يعني آخر شيء، قصدي بدون حماس ما يصير، لازم ينحمس المعجون. الكزبرة، أحط الطماط اللي عصرته أو خلطته بالخلاط. أنا أبي شوي يكون صوصي، ما أبي يكون ناشف حيل. حطيت الملح، شوية فلفل أسود مجروش، خليه شوي يتسبك، تكون عندنا الحشوة جاهزة. حتى حلوة حق الباستات، حلوة حق وايد أشياء تسوونها، سهلة وبسيطة ولذيذة. وإذا تبون تحطون فلفل حار بعد أكيد بتطلع حلوة. كذي نغطيها ونخليها لين تتسبك عدل وتستوي. اختياري بحط من هذا اللذيذ اللي يصير بالليمون الأخضر سبايسي، ومعاه كذي بهارات توابل لذيذ، حطيته شوية بعد معاه يعطي نكهة. عندي هني قالب كيك، أنا حطيته بهذا عشان إنه يعني يسهل علي إني أشيله. حطيت ورق زبدة، التورتيا، بعدين طبقة البشاميل، والبشاميل نفس ما قلت لكم بشاميل جاهز. بعدين نحط طبقة من الحشوة ونرجع نحط تورتيا، بعدين بشاميل، وهكذا لين آخر طبقة عندنا تصير البشاميل. بعدين بحط فوق بطاط دوريتوز مكسر.
تمام، وارجع لكم. بس سويت طبقات لين وصلت حق الطبقة الأخيرة اللي هي البشاميل. بعدين بحط فوقها دوريتوس. بعدين بحطه بالفرن بس من تحت، بس من تحت تقريبا تجيبوا 10 دقايق، عرفتوا، من تحت. الدوريتوس مكسرة. نحطها من فوق وبدخل الفرن نفس ما قلت لكم 10 دقايق. وايد سهلة، يعني كنا شي طبقات لازانيا بس انه بالتورتيا. وممكن انه تستبدلون طبعا الدياي المفروم بلحم مفروم. بسم الله الرحمن الرحيم. قصها بس اوريكم شكلها شي من داخل. تمام، هذا المسطحة احسن. تينن وسهلة، كأنها لازانيا ولذيذة.